البلد كتير تغيرت. أيام بحس إني بطلت أعرفها، أيام بحس إنه كرمال الله خدوا نص عمري بس عطوني هالفيزا بقى وركبوني بأول طيارة. أيام بحس إنه الأمل صار خيال والمستقبل مثل اللي عم بيضحك على حاله. بس بلحظة وبعد ما أكون فائد كل مشاعري تجاه المكان بسمع خبر إنه فلان بآخر الدنيا بس من أصل سوري عمل شي إنجاز، بفرح من كل قلبي وكأنه ابن عمي اللي سمعت اسمه. بنزل على الشارع، موقف من شخص كبير بالعمر فيه شوية حنية بيخلي قلبي يفرح. تتعطل فيني السيارة بلاقي عالم لا بعرفها ولا بتعرفني ركضت لتساعدني. تمشاي بحارات الشام القديمة، غنية لميادة بسيليس أو لينا شماميان، ريحة الطبخ اللي طالعة من البيوت، شعرة مسلسل ربينا عليه، صوت طاولة الزهر مع شي غنية رايقة لأم كلثوم، صوت السنونو يلي بأول الربيع. هي التفاصيل كلها ولو كانت صغيرة بس بتخلي مشاعرنا تتحرك من أول وجديد. يمكن ما أنا كافية رح تغير قراري بالسفر، بس على القليلة بتخلي شقفة من قلبي علقانة هون، وعلى أمل ارجع يوما ما وعيش بهي الحارات اللي ربيت فيها. اليوم الحلقة فيها كذا تغيير. أول تغيير إنه أنا مرضان كنت أتحمل صوتي المخنق، وشغلة تانية إنه أنا أساساً ناطر خبر من كذا مصدر إنه علاقة بموضوع السفر عن طريق الدراسة، فلسه ما ردوا لي خبر 100% وما بدي أحكي معلومة ما أكون متأكد منها. ما عم بحسن كمل الجملة يا جماعة. المهم فأنا مرضان بس بدي أنزل على السوق، لازمني كم غرض للبيت، فبكسب 2 بواحد. أنا مرضان مالي قادر أصور، و2 إنه نازل نزلة كثير حلوة على السوق، فأكيد رح تنبسطوا معي. تعالوا شوفوا. محل الكرواسون بأول الإمارية بتحسه عم برحب بالعالم، الويلكم ديش، مثل وقت نروح على مطعم 5 نجوم ويقدموا لنا ضيافة أول ما نفوت. هي بتكون السيجنتشر تبع المحل، بتحسها افتتاحية لنهار مليان من الأكلات الطيبة. بيلحقها على السريع الليمون الجامد أو البيتزا على الماشي وخبز التنور والفول والتسقية اللي بنص الإمارية. السوس والتمر هندي. وقد ما كنت شبعان اوعك تروح على حالك تحلاي من عند بقداش. في حكاية عن تجار وبياعين سوق الحميدية والبزورية والعصرونية بتقول التاجر إذا بلش بيع وجاره لا بيبعت الزبون لعنده بيقول له أنا
استفتحت رزقي، خلي جاري يستفتح رزقه كمان. هيك كانت النخوة بالشام، الرزق بركة، والنية الطيبة كانت أساس السوق وأهله. هون التجار عندهم مهارة بالبيع والتسويق ما بتعلمك ياها أي جامعة. هون الشطارة والبيع بالفطرة، والوراثة أباً عن جد. الجامع الأموي وتكبيراته بالعيد إلهم معزة كتير خاصة بقلبي. كنت كل ما أفتح شباك غرفتي شوف المآذن تبعه. كنت أنطر رمضان لأسمع التراويح والتكبيرات اللي بتوصل على بيتي بباب تومة. بحسه هو نقطة ارتكاز الشام، هو جذر الأساس اللي عم تتفرع منه كل حارات الشام. بدنا أول شي نعنع يابس. عليكم السلام. يسلموا. وارفع ايدان. كورن فلاور فيه؟ شلونك؟ سوس يجي عواد. هذا عود ليش هيك تقدم؟ مو صفيان غيره بيت صغار يا هذا ايش حطه نص كيلو حطيت لي بدي فانيليا. لا فستق سوداني عندك؟ جوز هند ناعم. ويا وكمون حب. انت اللي بدك. الله يسلم ايديك. الشهر الجاي بنشوفك اخي. عندي عادة ما بغيرها، اني بنزل على السوق بالطريق المعجوب، بس الرجعة على طول من الحارات اللي ورا السوق. هون الحارات بعيدة أقل من دقيقة عن السوق، بس بتحسها معزولة تماماً بشكل غريب، فيها كمية من الرواق رهيبة. بالصيف هون المشوى فيها برودة، وبالشتوية تحت المطر فيها دفا. هون بكل زاوية في ورشة أو حدا عم يشتغل حرفة يدوية. لا دغجال، فوت وسلم عليهم، رح يرحبوا فيك وفي احتمال تشرب كاسة شاي معهم. اطلع وشبع عيونك بكمية الفن اللي عم تنبع من هي المحلات. عيونهم، تيابهم، وحتى القلم المهتري والدايب بين ايديهم مشبعين بالفن، عمره من عمر المصلحة اللي ورثوها من جد جدهم. وحياة الله من دون مبالغة من أحلى المشاوير وأكثر مشوار بنبسط فيه هو نزلة الحميدية والبسورية. الواحد يتسوق، وخصوصا إمتى حلوة هي النزلة؟ قبل السفر، لما الواحد يكون عم يجهز أغراضه يضبطها بالشنطة وبده ياخذ معه كم غرض على سفر، كم سوفونير وكم قصة للرفقات، فكتير حلوة. وإن شاء الله عقبال ما ننزلها قبل السفر. هلا اليوم نازلة هيك نزلة عادية، نازلنا كم غرض للبيت، بس بالعادة بكون قضيها عم باكل، وين ما وقفت باكل ليمون جامد، كرواسون، بيتزا، هدول الشغلات. بس اليوم تعبان فما اخرج اني خبص بالاكل، ليكو بالزور عم بحكي كمان عم بالهات، فيلا مرة جاية بنعوضها.
كتير استمتعت أنا وعم صور وجهز لهالحلقة. بتمنى كون قدرت وصل هالمشاعر الحلوة إلكن كمان، وعن جد يلي مانو عايش هاي التفاصيل رايح عليه كتير. الحلقة خلصت، بشوفكن الأسبوع الجاي بحلقة جديدة. دعولي بالتوفيق وأنا رح أتمنى لكم الخير كلياتكم. سلام.